بيتكوفيتش أعلن عن القائمة المعنية المنتخب الوطني ما عندوش شجاعة ويفتقد من المسؤولية، روح المسؤولية. لاعب عنده 34 سنة. تتحدث عن رياض محرز. قوة خارجية اللي منعت يوسف من المنتخب الوطني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنستعرض معا في هذا الفيديو آراء بعض التقنيين الجزائريين حول قائمة بيتكوفيتش، وسنبدأ بأكثرها جدلا وخطورة، وهي تصريحات سعيد الكناوي التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة رهيبة، وتداولها الكثير من أصحاب القنوات خاصة على اليوتيوب، وكان أنصار بالماضي هم الرواد في هذا الجانب، وهو ما أثار فضولي لأشاهد هذه التصريحات، ولكن كانت المفاجأة وقررت أن أتقاسمها معكم. وما فاجأني في من تناقلوا هذه التصريحات، يعني ركزوا على انتقاد سعيد الكناوي لبيتكوفيتش، ولكن لم يركزوا على الكلام الخطير الذي جاء في هذه التصريحات. هذا بسبب نصرتهم العمياء لأفكارهم ونصرتهم العمياء لجمال بالماضي، وكان الأجدر بهم الرد على ما قاله السعيد الكناوي من كلام خطير. وكالعادة بدأ الكناوي بإهانة الناخب الوطني الحالي فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا بالتشكيك في من اختار القائمة. من اللي الله يدير في هذه القائمة هذه من وراء القائمة، وهذا طعن في شخصية المدرب وإهانة لا مبرر لها. يعني شوفوا لاعبين موجودين، لاعبين راحوا بدون ما لعبوا. أيضا يواصل حملة التشويه بطرحه تساؤل غير بريء تماما، والمقصود من هذا التساؤل واضح جدا أن هناك تلاعبات واستدعاء اللاعبين من أجل منحهم صفة لاعب دولي لترتفع قيمتهم السوقية، يعني أن مناجرة اللاعبين هم من يفرضون اللاعبين بشكل أو بآخر. وذكر على سبيل المثال لاعب اتحاد العاصمة بالعيد. اللاعب تاع بالعيد بالمناسبة اللاعب بالعيد يعاني الآن في الدوري البلجيكي مع فريقه سانتروند، وتم إنزاله يعني إلى الفريق الرديف، وسجل في الأسبوع الماضي هدف في منافسة الكأس مع الفريق الثاني للنادي. يعني فريق في الدوري البلجيكي يعاني في مؤخرة الترتيب، ولا يمكن لبالعيد ضمان مكانة أساسية لحد الآن، ويلعب مع الرديف. في حالة ما إذا لم يستدعيه المدرب فهو أمر مبرر. ربما لم يشاهد أي مباراة لبالعيد، وهو الذي لعب فقط شوط أول منذ انضمامه إلى هذا النادي، ثم بعد ذلك تم إنزاله للفريق الثاني بعدما قبع ل3 أو 4 مباريات في كرة الاحتياط. ونتمنى له العودة وبقوة، لأنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة وجيدة جدا، مثلا كما بلومي، كما تأسف الكناوي عن غياب بلومي وبليلي وسعيود. نحي محرز ونجيب شعيبي. وهاجم محرز بطريقة خطيرة وصلت إلى حد الاتهام، واعتبر إبعاده عن المنتخب أولوية. واحد عنده 34 سنة. واستبدال محرز بشعيبي رأي عادي، يعني رأي هو تقني، ومن حقه أن يقول هذا الكلام لأنه أمر عادي ورأي يحترم. ولكن لو كان بسبب السن أو تراجع المستوى محرز فهذا أمر عادي. لكن قلنا 34 سنة، سعيود ستان جوار كي كان عنده 25 أو عنده 30. وكم يبلغ سعيود من العمر؟ أليس سعيود أكثر من محرز بسنة؟ يعني أم أن مواليد 90 أقل سن من مواليد 91؟ شيء غريب يعني من الكناوي التعامل بمكيالين. في المنتخب الجزائري ما وزنش، واعطيني مباراة واحدة والدليل خرجنا من الدور. رياض محرز لم يكن له وزن مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني حتى المجنون لا يقول هذا الكلام، ليس الجاهل، يعني حتى المجنون لا يقول هذا الكلام أن رياض محرز لم يكن له وزن مع المنتخب الوطني. يعني ثالث أفضل هداف في المنتخب الوطني الجزائري بعد سليماني وتصفوت يأتي محرز ب 29 هدف، أفضل حتى من بلومي وماجر في عدد الأهداف. لاعب سجل أكثر من بلومي وماجر، كيف ليس له وزن في الفريق؟ اللاعب الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري ليس له وزن. اللاعب الحاصل على كأس أفريقيا سنة 2019 ليس له وزن في الفريق الوطني. يعني من يصدق هذا الكلام؟ يعني كلام لا يعقل، والله كلام لا يعقل. يعني والدليل الذي جاء به الكناوي على أن محرز ليس مؤثر مع المنتخب الوطني مضحك أكثر. ليته لم يبرر، ليته سكت، يعني قال محرز غير مؤثر أو ليس له وزن وسكت.
خرجنا من الدور الاول وزدنا خرجنا من الدور الاول. الكناوي يرى ان خروج المنتخب الوطني الجزائري في كاس افريقيا في الكاميرون وفي كاس افريقيا في الكوديفوار يعني تسبب، يعني محرز كان موجود والمنتخب الوطني الجزائري خرج من الدور الاول في الكاميرون وخرج من الدور الاول في الكوديفوار. بالليلي سي ان تيتولار بارونتيير في ليكيب ناسيونال. بالليلي تساؤل يعني عندما كان المنتخب الوطني ينهزم كان محرز موجود مثلا ولم يكن بلايلي موجود، بلايلي ايضا كان موجود، بونجاح كان موجود، لماذا تسببوا في خسارة الفريق الوطني أمام موريتانيا مثلا يتم استبعادهم جميعا، أو من خسروا أمام الكاميرون تم استبعادهم جميعا وبقي محرز؟ ممكن أن نقول هذا الكلام، يعني كيف نزكي بلايلي وهو أيضا كان موجود وساهم في خسارة المنتخب الوطني وكان طرف؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ يعني لأن بلايلي خرج البطولة الوطنية ومحرز، يعني كلام خطير. بالليلي يلعب 10 دقائق يجيب الإضافة. بلايلي لاعب مؤثر احسن 20 لاعب انجبتهم الكره الجزائريه اليوم بالليلي في بارتي. محرز ليس من افضل اللاعبين الذين انجبتهم الكره الجزائريه، يعني محرز لاعب عادي كان يلعب في الدوري الاثيوبي ولم يكن يلعب في الدوري الانجليزي. نمر ايضا الى الكلام خطير وكلام خطير جدا، وهو اتهام محرز في وطنيته ونزاهته، وهذا الكلام غير مقبول، غير مقبول تماما يعني، ولا يصدر عن تقني، لا يصدر عن اي شخص، حتى في المقاهي الوطنيه لا يتحدثون عن وطنيه ونزاهه محرز، ولكن الكناوي يتحدث عن نزاهه محرز ويقول شاهدوا. يعني ممكن يجي يدير حسابه عندي ماتش ديفيسيل في دورتموند حتى ما يديرهاش، شيء غريب جدا. دورتموند حتى ما يديرهاش بن سبعيني لانه تكون في الجزائر ووليد البلاد هذه. بن سبعيني جزائري، اما محرز فلا، محرز ليس جزائري، محرز له جنسيتين، يمكنه ان يغش وان لا يكون نزيه ويتسبب في خساره المنتخب. اما بن سبعيني فلا، بن سبعيني خرج البطوله الوطنيه الجزائريه ومحرز لا. يعني كلام خطير وخطير جدا وكلام مثير للفتنه، وهذه فتنه يعني بين اللاعبين مزدوجي الجنسيه واللاعبين خريجي البطوله الوطنيه الجزائريه. كلام عجيب، يعني كل هذا الكلام لم يتنبه له أصحاب المصالح وأصحاب القنوات المأجورة يعني، ولم يدافعوا عن محرز، وأعجبهم كلام الكناوي واستشهدوا به كثيرا، ولم يستطع ولم يرد أي أحد، لأنه كان جزء منهم في مصلحته، أو جزء لأنه كان ينتقد بيتكوفيتش بشدة، ينتقد الفاف وما إلى ذلك، لذلك تغاضوا. وهذا هو النفاق، وهذا هو النفاق الذين وخداع الجماهير الذي لا نحبه. عندك رجل هنا وعندك رجل هنا. في ايام الارهاب شفنا الناس. الكناوي عاد بنا حتى الى العشريه السوداء وتحدث عن الارهاب وما الى ذلك ومن فر في وقت الارهاب، وكأن السيد الكناوي كان من الوطنيين بنسبة 100%. يعني في تلك الفترة نتذكر أنه كان هناك من الوطنيين من حمل السلاح لمكافحة هذه الآفة، أطلق عليهم اسم ليباتريوت، يعني لم يكونوا عسكريين وكانوا في دعم المؤسسة العسكرية وحملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم وأموالهم وبلدهم ووطنهم وما إلى ذلك. أنا لم تمر علي أي صورة للكناوي وهو يرتدي زي الباتريوت ويحمل الكلاشينكوف، يعني نحن ولدينا جيراننا وإخواننا وأبناء الحي من العسكريين السابقين، لا أحد قال لنا أنني التقيت مثلا الكناوي في الرمكة، أو أنني التقيت الكناوي في بوناب، أو التقيت الكناوي في الماين، لا أحد. يعني ماذا فعل الكناوي في وقت الإرهاب لا ندري، بقاؤه في الجزائر يعتبر شيء إنجاز ومكافحة للإرهاب آنذاك، لا علينا. ما زاد حيرني يعني الصحفي إبراهيم حنيفي طرح سؤال، يعني ما فيها أي شيء إيجابي، قال له لماذا ترى أن هذه القائمة كلها يعني سلبية؟ عدد لنا ما هي على الأقل إيجابيات هذه القائمة. يعني لو كان إنسان يتحدث من باب النقد يعدد الإيجابيات ويعدد السلبيات، مثلا على سبيل المثال لو قال استدعاء لاعب مثل مازا في سن 19 سنة شيء إيجابي وإيجابي جدا، ولكن صاحب المقولة الشهيرة لم يقل أي شيء. يعني عودة بعناني ليس من الإيجابيات، يعني استدعاء هذا اللاعب الشاب ليس من الإيجابيات، إدماج زورغان ليس من الإيجابيات، استدعاء بوحلفاية. لماذا يعني
يعني كانوا مدربين وكانوا لاعبين كبار قالوا لي بارك الله فيك على الكلمه اللي قلتها لي. والله يا الكناوي إن كان هناك ممن شكرك فأنا لا يمكنني شكرك، وأعتبر كلامك هذا لا كلام تقني ولا كلام ناقد ولا كلام رياضي ولا كلام مناصر ولا كلام، أنا بالنسبة لي كلام لا معنى له ولا وزن له، ومن العيب أن نستشهد به. الى بالخيتر حدث الى ربيع مفتاح انذاك تاعو ايضا متناقض في الاجوبه تاعو، لانه بكل صراحه اليوم